السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم عن المعمول الحجازي تبع المنطقة الغربية. ليه بنقول المعمول الحجازي؟ يعني في ناس حتقول في معمول في جميع الدول أو في جميع المناطق. أوكي، أنا معاكم، بس إنه المعمول الحجازي فيه طابع أهل الحجاز، اللي هو إيش؟ البهارات وطريقة التشكيل. بهارات المعمول عبارة عن يانسون، شمر، حبة سودا، وفي الزرومبا، وفي خميرة الحج. الزرومبا وليس الزرومباك، لأنه في ناس كتير وتساؤلات قالوا الزرومباك. لا، الزرومباك عبارة عن كائن بحري ما له دخل بالبهارات. ممكن تسألوا العطار عن الزرومبا وخميرة الحج. خميرة الحج حاليا استبدلوها بإيش؟ بالبيكنج باودر. بس يعني ريحة المعمول الحجازي ريحة شامخة، بمجرد انه ينخبز على طول سبحان الله البيت كله تصير ريحة المعمول. وكمان ايش اللي يميزه؟ القوالب تبعه. زمان كانوا يستخدموا هذا المنقاش الحديد، كانوا يكوروا العجينة الصغار ويبدأوا يقرصوا. زمان كمان ما كانوا يسووا صغار، كانوا يسووه حبة كبيرة، يعني من جد تاكلوها 5 6 7 لقم مرة، يعني كبيرة. حاليا لا، صغروها وصاروا ينقشوا بهادي، يقعدوا يقرصوا بالعجينة ويسووا عليها أشكال. بعد كده اتطور الموضوع وصارت تجي هذه القوالب، وفي هذه كمان كانوا يستخدموها، بس كانت الخشبية. بس هذه شوية مزعجة، لأنه أول ما نكبس هنا كيف حنخرج المعلقة؟ نقعد نخبطها في الأرض في التبسي، فصوتها كان مزعج. صراحة أنا أفضل دايما هذه القوالب، أسرع وأسهل، بالذات للأسر المنتجة. فقلنا المعمول الحجازي اللي يميزه البهارات تبعه. إيش قصته؟ إنه هم لما كانوا يطلعوا الرجال للحج كانوا يتجمعوا البيت. مثلا إحنا مثلا في بيت سيدي نجتمع عماني وحريم عماني وعماتي كلنا، اللي تعجن، اللي تحط، اللي تشيل، اللي تشكل، عارفين. فكانوا يجتمعوا عليه بالذات في ليلتين، اللي هي الخليف والقيس، اللي هي ايه؟ يوم عرفة وتاني يوم العيد. فكان هذا المعمول يعني من أشهر الأشياء اللي تصير في الحج. حاليا صاروا يسووا توزيعات وطول السنة موجود، بس هو شهرته عندنا في الحج. زي ما قلت لكم كانوا يطلعوا الرجال للحج وكانوا يجتمعوا الحريم عشان يسووا المعمول. كانوا يسووه التنكات الكبيرة اللي هي مرة 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 كبيرة. أفتكر ماما الله يديها العافية، يعني لما كانوا يسووا لازم يوزعوا للجيران وللأحباب والأصحاب ولكل ناس، وتفضل تنكة رايحة وتنكة جاية. ما نديهم يعني التنكة، احنا نعبيها ونبدأ نقسمها مثلا في علب أو في صحون، فتودوا لهم صحن. مثلا ودينا البيت عمي صحن، يرجعوا لنا صحن تاني من صنعهم، وزي كده تلاقوا طول اليوم وطول فترة الحج صحون رايحة صحون جاية، علب رايحة علب جاية بالمعمول، وكل واحد يعني يلا مين معمولها أطعم، مين لا هذا طري، لا هذا مدري. وسر المعمول الناجح غير البهارات الناجح الحجازي، غير البهارات إنه السمن، نستخدم سمن مظبوط، يكون مرة كويس، ونقدحه مرة مظبوط. إيش يعني نقدحه؟ يعني نخليه يغلي. والحليب كذلك لما نيجي نحطه على العجينة كمان، أنا منزلة فيديوهات عن الطريقة. الحليب كمان لازم يغلي، لو ما حطيناهم حيطلع فيه عضة بسيطة ويطلع شوية قاسي. والسمن لا يكون مرة كتير، شوفوا المقادير أنا منزلتها مظبوط، والسمن لا يكون مرة كتير عشان لا يتفتفت منكم. والسر الثاني إنه التمرة تكون تمرة خلاص، ممكن إحنا نفصفصها أو تشتروا التمرة المعجونة بس تكون مرة كويسة، وتعجنوها بشوية سمن وممكن شوية موية، ونحط لها لازم هيل وسمسم. هذا كمان سر من أسرار المعمول الحجازي. أتمنى إنه الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله مع قصة تانية وأكلة تانية حجازية. مع السلامة.